السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. النهارده بفضل الرحمن رجع لكم الفيديو جديد. هنعمل مع بعض كفتة الحاتي بطريقة حلوة جدا، وهنضيف عليها كده مكونات بسيطة جدا جدا من قلب المطبخ. هيطلع معاكي الكفتة جوسي وطرية وجميلة، وبفضل الرحمن هتطلع احلى واطعم من بره. هنسمي بالله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندخل على الفيديو على طول. سريعا كده هندخل على مقاديرنا على طول. انا معايا كيلو الا ربع من اللحمه اللي كانت عندي ما كانتش حمرا قوي، كانت دسمه شويه، وهو ده المطلوب علشان الكفته تطلع معاكي زي العسل. ومعايا كمان 100 جرام من الدهن او الدوش، نديلهم الاتنين معلقه كبيره من السمنه لو مش عندك دهن خالص يعني. ومعايا كمان حبايتين كبار من البصل، وقرن فلفل رومي احمر، وبيكنج باودر، وكام ورقه كده من البقدونس. ومعايا كمان كوبايه من البرغل، انا كنت نقعتها في ميه مغليه. ومعايا كمان معلقه كبيره من النشا علشان تمتص اي سوائل زياده عندي. تعالوا بقى سريعا نقول على البهارات بتاعتنا. انا معايا معلقه كبيره من الثوم البودر والبصل البودر، نص معلقه صغيره من البابريكا، ربع معلقه صغيره من القرفه بتدي طعم حلو قوي. ومعايا كمان ربع معلقه صغيره من السكر بتودي الكفته حته تانية خالص، ونص معلقه صغيره من الملح علشان هحط مكعب مرق. لو مش هتحطي مكعب مرق ظبطي الملح بتاعك. ومعايا معلقه كبيره من بهارات اللحمه او بهارات الشوي، وكمان نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومكعب مرق. تعالوا بقى نجيب الكبه علشان هي بفضل الرحمن هتخلص معانا كل حاجه النهارده. هنزل كده بحبايتين البصل وقرن الفلفل الرومي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس طبعا قطعي البصل علشان تتفرم معاكي بكل سهوله. هفرم البصل مع الفلفل اول حاجه علشان كده يبقى جاهز معايا. خلاص كده البصل والفلفل اتفرموا، هركنهم بقى كده في طبق. وتعالوا بقى ندخل على اللحمه والدهن نفرمهم برده مع بعض. افرمي فرم متقطع علشان الكبه بتاعتك لا قدر الله ما يحصلهاش اي حاجه. اللحمه برده بقت جاهزه معايا والدهن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اللهم بارك، وكانك فرماها بره بالظبط. تعالوا بقى نضيف عليها كل حاجه معانا. اول حاجه انا بضيفها على اللحمه البصل، بس بصفيه كويس جدا جدا من الميه علشان طبعا الميه اللي فيه ما تخليش الكفته بتاعتنا تفك. طبعا ميه البصل انا مش برميها، هقول لكم انا بعمل بيها ايه. بعد ما ضفت البصل على اللحمه جبت البرغل برده وصفيته كويس جدا جدا من الميه وضفته بالشكل ده، وكمان ورق البقدونس وكل البهارات اللي انا قلت عليها. بس طبعا لازم تفركي مكعب المرق بالشكل ده، لكن لو انت حاطه مرقه بودر تمام مفيش اي مشكله. وضفت كمان النشا، اللهم صل على النبي. وابدا بقى في الوقت ده اخلط كل المكونات في بعض. بعد ما قلبت اللحمه بكل المكونات بتاعتنا هنجيب بقى الكبه علشان ناخدها وش تاني وتخليها ناعمه كده وزي العسل. شوفي بقى يا ست الكل، بعد ما بتديها وش تاني كده في قلب الكبه بتبقى شكلها عامل ازاي؟ طبعا بتختلف تماما. طيب حبايبي اللي ما عندهمش كبه يعملوا ايه؟ تاخدي شويه شويه صغيرين كده في قلب كبه الخلاط اللي هي بتاعه التوابل، وتبداي تفرميه وهتطلع معاكي نفس النتيجه بتاعه الكبه بالظبط. خلاص كده اللهم بارك الكفته بتاعتنا جاهزه. انا حطيتها في الطبق بالشكل ده. واخر طبعا مكون هنحطه عليها هو البيكنج باودر. هحط كده معلقه صغيره من البيكنج باودر، وبعد كده احط في ايديا حوالي معلقتين كبار من الزيت علشان اعرف الم عجينه الكفته. اعجن بقى الكفته بتاعتنا كويس جدا جدا بالبيكنج باودر بالشكل ده، يعني مده لا تقل عن 6-7 دقايق. لما تلاقيها تعمل كده خطوط تحت ايديكي اعرفي ان الكفته بتاعتك ناجحه بامر الله. انا عجنت الكفته خلاص وبقت جاهزه معايا. كل اللي انا هعمله اغطيها كيس بلاستيك ترتاح شويه لما اجهز باقي حاجتي. خلاص الكفته بتاعتي ارتاحت شويه، وجبت ميه البصل كمان اللي كانت معايا، ضفت عليها معلقه صغيره من الصلصه وكمان ملح وفلفل اسود وشويه زيت، وقلبتها كويس جدا علشان دي هتبقى التشميعه بتاعه الكفته بتاعتنا. جبت الصينيه وجبت كمان الميزان اللي هبدا اصبع عليه، واللهم صل على سيدنا محمد. وممكن تصبعها على اي حاجه، ممكن تصبعها على ظهر معلقه او عصيان الشيش طاووق، اي حاجه عندك صبعها عليها. بحب الحقيقه اصبع على الميزان ده بتاع ماما، ربنا يرحمها ويسامحها يا رب، اللهم امين. بيخلي الكفته بتاعتنا يعني ما شاء الله مفرغه كده ومش مكتومه. ببدا اسمي بالله وبالله ايديا من ميه البصل واخد عجينه الكفته، يعني انا باخد ما شاء الله يعني حته كبيره في ايديا، شايفين قد ايه؟ وابدا اصبعها على المسن بالشكل ده. بعد طبعا ما بصبعه وبسويها كويس جدا بديها كده الشكل اللي هو بتاع الكفته الجاهزه، يعني بصباعيني كده بديها تقسيمات كده صغيره، شايفين بتطلع زي الجاهزه بالظبط، اللهم صل على النبي. وبعد كده بسحبها من قلب السيخ اول ما استنى واحطها في قلب الصينيه على طول. ما شاء الله اللهم بارك، الكفته بتاعتنا متماسكه جدا ولا بتفك ولا بتقع من على قلب السيخ خالص، اللهم بارك، علشان طبعا انت عجنتيها صح جدا.
وصفيتي ميه البصل كويس جدا جدا. خلاص كده انا صبعت الكفته كلها اللهم بارك، وكمان سبت جزء كده تاني علشان ابني لما يجي من الشغل بالسلامه ان شاء الله، وادخلها الفرن شغال مسبقا على الرف الاوسط. بتاخد بالظبط من 10 ل 15 دقيقه مش اكتر من كده، بتطلع معايا اللهم بارك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نسيت اقول لكم كمان قبل ما ادخلها الفرن رشيت رشه بسيطه كده من الزيت. بعد ما بتخرج معايا من الفرن ببدا اخد بقى العصاره اللي نزلت منها، الدهون اللي نزلت منها كده، وادهن وش الكفته. بتدينا لمعه حلوه قوي، وفي نفس الوقت كانك جايباها جاهزه من بره. محدش هيصدق اطلاقا ان الكفته دي انت اللي عاملاها في البيت. ضعفنا اللحمه بتاعتنا اللهم بارك، من كيلو الا ربع لحمه عملناها كيلو ونص من الكفته المشويه، علشان طبعا ضفنا برغل وضفنا شويه بصل، حاجات اضافيه بسيطه جدا جدا وفي نفس الوقت مفيده مش مضره. طبعا انت عامله كل حاجه في بيتك لاولادك، الحاجه اللهم بارك هتطلع من ايديك زي العسل. شايفين قد ايه مفرغه من جوه، اللهم صل على النبي، وكمان جوسي وطريه، حاجه كده اللهم بارك زي الفل. عايزه اقول لكم كمان انا عملت حاجه اختياريه كده في قلب الفرن، حطيت قطعه فحم مولعه، حطيت عليها نقطتين زيت، لما طبعا ادتنا ريحه الشوي بتاعت بره بالظبط. لو انت مش حابه تحط لها فحم خالص هتبقى زي الفل برده من ايديكي، وتسلم ايديكي يا ست الكل مقدما. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. يا رب وصفتنا تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها لو بحاجه بسيطه. حبايبي الغاليين، لو استفدتوا النهارده من الفيديو يا ريت ترفعوا الفيديو باحلى لايك من ايديكم ومشاركه واشتراك عندي في القناه، كل ده فضلا منكم. دمتم في امان الله، اسيبكم في حفظ الرحمن، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.